مؤامره كتبغى تحطم كاس افريقيا للامم باش المغرب يتسحب منه تنظيم كاس العالم سيدي. هذا هو المخطط. هذا مخطط مبيت. لكن رئيس الفيفا كان واضحا، قال اولا اهنئ المغرب على تنظيمه الرائع واؤكد على انه جاهز من الغد لتنظيم كاس العالم. اذا طوينا هذا الملف. ارانا الثاني شنو هو انه قال لهم انا لن اقبل ان الكاف تتجاوز او تكون رحيمه في تنزيل عقوبتها على هذا الذي حدث، بمعنى انه شعل الماش. قال لهم يا اما اليوم غتاكدوا بانكم مؤسسه قائمه بذاتك وعندك مصداقيه وتضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه انه يعبث بكره القدم الافريقيه. اذا الكونفدراليه جلول نعم. في المحك ما يتعلق برئيس اللجنه التاديبيه عثمان خيم. كاين واحد المبدا قانوني لا يمكنني ان اقبل بخصم وحكم. علاش؟ لان الرجل سنغالي هو الذي سيحاكم، والمستهدف الاساس بهذه التحريات اللي غتقوم بها اللجنه التاديبيه كتهم المنتخب السنغالي. اذا اول حاجه المبدا القانوني كيقول لك حيد كل واحد عنده قبعتين باش نحافظ على الحياديه، ان الراجل ما يمكنش يكون خصم وحكم. مزيان. بالتالي نحيدوه ونجيبوا النائب ديالو واللي هي كينيا.